سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم. الصين مليئة بالمنتوجات المقلدة، وهي متقنة الصنع لدرجة أنك لن تستطيع التمييز بينها وبين الأصلية في بعض الحالات. إليكم 10 من المنتوجات المقلدة Made in China. أولا، أجهزة التحكم بألعاب الفيديو. نعلم أنكم مولعون بلعب ألعاب الفيديو، لحسن حظكم لستم في الصين. هذه الأخيرة منعت أجهزة التحكم بألعاب الفيديو، ولم يتم إزالة هذا الحظر إلا عام 2014. فلنلعب لعبة معا. حاولوا أن تتعرفوا على المنتوجات الأصلية. دريمكاست أم تريمكاست؟ الوي أو الوي وي؟ الإكس بوكس أو الأركاد جيم بوكس؟ هذا غريب، لقد قلدوا شكل الإكس بوكس ولكن بأجهزة تحكم البلاي ستيشن، لكن الأفضل هو البولي ستيشن، يبدو كالبلاي ستيشن الأول لكن في علبة نينتندو 64. ثانيا، السجائر. تصنع الصين ما يقارب 2.5 تريليون من السجائر سنويا، لكن سيجارة واحدة من بين كل 7 هي مزورة. صناعة السجائر مشروع مربح في الصين، حيث تضم أكثر من 200 مصنع تحت الأرض لإنتاج سجائر مزورة. قد تبدو كالسجائر العادية، لكن بعد الفحص تبين أنها تحتوي نسبة أعلى بكثير من النيكوتين وأحاد أكسيد الكربون، بالإضافة إلى بيوض الحشرات وحتى فضلات الإنسان أعزكم الله. ثالثا، المنتوجات الرياضية. لماذا ستنفق الكثير من المال من أجل بوما، بينما يمكنك شراء نوما أو تونا أو بيج، أو تشتري أديداس وتترك أديدوس أو أفيفاس، أو حتى نايكي فهناك نايري وهايكي، أو كالفين كلاين عوض كالفين كلاين أو كارفيرن كيرنل. لكن الأهم، بعد أن تنتهي من التمارين الرياضية احرص على الاستحمام بشامبو أوكاي. رابعا، ديزني لاند. نسخة ديزني لاند الصينية اسمها ووندرلاند، تشبه كثيرا ديزني لاند، لكن عوض أن تكون أسعد مكان في الأرض قرروا جعلها أرعب مكان على الأرض، إذ تحتوي على شخصيات ديزني لكن بشكل مخيف قد يطاردك في أسوأ كوابيسك. لحسن الحظ ومن أجل الحفاظ على سلامة الأطفال الصينيين لم يتم افتتاح هذا المنتزه. تم وقف بنائه عام 1998 وتم تحطيمه قبل سنوات قليلة. خامسا، العم جوجل. بعد أن تم منع شركة جوجل عن العمل في الصين بسبب بعض المشاكل، من يا ترى سيعوض الصينيين بمحرك بحث آخر؟ إنه جوجاي، يشبه كثيرا جوجل، كما أنهم سرقوا رمز محرك البحث الشهير في الصين بايدو. سادسا، الوجبات السريعة. تعاني الصين من مشاكل كثيرة من حيث الطعام المزور، البيض المزور وغيرها من المنتوجات المزورة، لكن هناك أيضا تقليد لبعض العلامات التجارية المعروفة مثل بيتزا هوه وسانباكس وميكدونالدز وواي اف سي. سابعا، منتجات أبل المقلدة. كل منتوج قدمته شركة أبل له نسخة صينية مقلدة، الآيفون، الآيباد وساعات أبل وغيرها، لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. حتى المتجر بنفسه هو نسخة طبق الأصل عن المتاجر الحقيقية، من الديكور الداخلي إلى ملابس الموظفين. ثامنا، السيارات. لماذا ستقتني سيارة الرانج روفر في حين يمكنك شراء اللاند ويند بثمن قليل، أو تخسر ثروة على الرولز رويس في حين يمكنك شراء جيلي جي إي؟ لعلكم تتساءلون كيف ينجو هؤلاء بفعلتهم. في الحقيقة من المستحيل لشركة أجنبية أن تقاضي الصين بشأن سرقة الأفكار وتنجح في ذلك. تاسعا، مقاتلة جي 31. حسب وثائق مأخوذة من ويكيليكس عام 2009، قام بعض القراصنة أو الهاكرز من جيش التحرير الشعبي الصيني بسرقة بعض الأفكار والتصاميم من الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الطائرة المقاتلة F-35، وبعدها بسنوات أصدرت الصين الطائرة جي 31. الصورة تتكلم عن نفسها. عاشرا، ناين بوت. هذه سرقة واضحة من سيجواي. لقد قامت شركة سيجواي برفع دعوى قضائية ضد ناين بوت. كيف حلت الصين هذه المشكلة إذن؟ في شهر أبريل عام 2015 اشترت شركة ناين بوت الشركة الأصلية سيجواي بواسطة أرباحها من بيع المنتوج المقلد. يبدو أنه فعلا لا مجال للتغلب على الصينيين. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.